اهلا بيكم في تك ويز ماج وفيديو جديد من فيديوهات ازاي. والنهارده هنشوف ازاي ممكن انك انت تصور فيديو والشاشه مش مبينه انك انت بتصور، اي بمعنى انك انت ما تبقاش فاتح الابلكيشن بتاع الكاميرا عشان خاطر لما يجي يبص حد في الجهاز يقول لك انت بتصور تقول له لا والله وتوري له السكرين. طب ما تحلفوش عشان حرام، تقول له لا عشان خاطر يجي يبص فمش هيلاقي فعلا انك انت بتصور. فهتدخل على settings، تمام، دي اول حاجه، تختار general، هتنزل تحت تختار accessibility، وبعد كده تحت هتلاقي حاجه اسمها increase contrast، هتدخل عليها هتلاقي حاجه اسمها reduce transparency، هتشغلها وتخليها on. تمام، هتلاقوا ان الترانسبيرنسي اللي في الاوبريتنج سيستم قلت. هقفل اللوك سكرين عادي جدا وهدوس تاني ان انا افتحها، وهشد من على اليمين، تمام، الابلكيشن بتاع الكاميرا اهو، واجي ادوس على كلمه فيديو، تمام، وادوس على النقطه الحمراء دي واخليه يبتدي ان هو يصور عادي جدا. حتى فوق هتلاقوه بيعد 1 2 3. طب هيقف؟ لا مش هيقف. طب عشان خاطر ما اخلوش يقف هاجي باي صباع عندي وادوس على الهوم سكرين، تمام كده، اللي هو الزرار الوحيد الموجود عندك في الايفون، بس بصباع ما يكونش متسجل از فينجر برينت، يعني ما يكونش الصباع اللي بستخدمه في البصمه، وادوس كده اهو. ساعتها هجيب لي السكرين ديت بتاعه الباسكود. انا مش عارف هي باينه قدامكم ولا لا، بس ساعتها لو حد جه يبص عندي في الشاشه هيلاقي فعلا ان انا ما بسجلش فيديو، لكن انا بالفعل بسجل فيديو. طيب بعد كده هلاقي ان لو دوست كنسل هلاقيه بيكمل. لو مش عايز اخليه وادوس كنسل بدوس في النص تاني وبفتح الجهاز، هلاقي ايه ان هو اشتغل عادي جدا. تمام، هلاقي ان الفيديو اتسجل جوه الفوتوز ومش هينفع دلوقتي افتحه عشان خاطر الريكوردر اللي بستعمله ما ينفعش يخليني اوريكم فوتوز او حاجه. فانتوا لو هتدخلوا على الفوتوز هتلاقيه موجود جدا في الكاميرا رول، او هتلاقوه في الفولدر بتاع الفيديوز، الفيديو اللي انتم مسجلينه. شكرا ليكم، وتابعوني على الفيسبوك وعلى اليوتيوب عشان خاطر تشوفوا اجدد الفيديوهات. وشكرا لكم مرة تانية، وفانسي iOS as a media partner.